عندك ربع لحمة مفرومة، حطي عليها بطاطساية مبشورة. هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها أكلة اقتصادية جميلة جدا. هنعمل مع بعض البفتيك الكداب، ربع لحمة مفرومة وبطاطساية مبشورة. ومش هتفرقيه عن البفتيك اللي هو باللحمة الشرايح. ولو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسرى، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي. معانا أول حاجة كده الربع كيلو اللحمة المفرومة اهي. ومعانا هنا بطاطساية وسط، ومعايا بصلاية وسط. وطبعا البطاطس قشرتها كده وغسلتها، والبصلة برضو قشرتها وغسلتها. هعملها بقى بالناحية الصغيرة، هبشرها كده بالناحية اللي في المبشرة اللي هي الصغيرة دي اهي. الأكلة دي جميلة جدا وحلوة قوي، وتنفع معاكي كمان بقى في أيام رمضان كده داخل علينا وكمان ممكن تخزنيها، يعني تعملي منها كده كمية برضو وتخزنيها، تبقى حلوة قوي معاكي. خلاص كده بشرنا البطاطس، هنبشر بقى البصلايه. والبصل بقى لما انت تيجي كده عايزه تبشريه، ما تشيليش الراس بتاعته عشان تعرفي تمسكيها وتبشريها وما تعورش ايديكي. تمام. هنبشر بقى كده كمان البصلايه بالحته برضو اللي هي زي ما وريتها لكم، اللي هي الصغيره دي. كده هتبقى جاهزه خلاص البصله كمان معانا. هبتدي بقى هاخد كده البطاطسيه اللي بشرناها، وهبتدي ان انا هصفيها من الميه بتاعتها. تكي كده عليها بايديكي، واول ما الميه كده تنزل تروحي مصفيها منها على طول. حابه تحطيها في مصفى كده وتعمليها تصفيها ممكن. بصوا اهي خلاص كده بقت جاهزه معانا. نحط بقى اوريكم بقى الربع كيلو اللحمه المفرومه اهي. هنحطها بقى جنبها كمان اهيت. وبعد كده بقى هنبشر ايه، بصوا بقى اهي. ودي بقى اللي طلعت كمية البفتيك الكداب بتاعنا زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. هاخد بقى البصلاية هنا عشان هي ناعمة قوي، فانا ما كنتش عارفة ان انا اعملها اصفيها بايدي. حطيتها كده في المصفى اهي. وهنصفيها بقى كويس جدا برضو من المية. وكده بقى وجاهزين بقى معانا اللحمة المفرومة والبطاطسية المبشورة والبصلية المبشورة اهيت. هبتدي بقى ان انا هضيفهم كده في طبق واسع عشان اعرف بقى ان انا ايه اقلبهم مع بعض. ونجيب بقية المكونات. هنا بقى معانا ملح وفلفل اسود، ومعايا بابريكا، ومعايا بهارات مشكلة، ومعايا بهارات اللحمة. ممكن لو عندك بهارات سبعة ممكن تضيفيها. ومعايا هنا معلقتين كبار من البقسماط. ومعايا كمان ربع معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر هنا علشان ما تكشش كده اللحمة معانا. وهبتدي بقى ان انا اعجنهم كويس جدا مع بعض. زي ما انت كده شايفة كده شكلها، هو ده كده بقى شكلها خلاص بقت تمام معانا. هبتدي بقى نعمل بقى الكفر بتاعها. معايا هنا كده بيضاية، ومعايا رشة ملح ورشة فلفل اسود. وهضيف عليها كده فنجان، ربع كده من الفنجان صغير من اللبن. وهبتدي بقى ان انا هقلبهم كويس جدا كده مع بعض. معايا هنا بقى هنضيف مع بعض كده البقسماط، بقسماط ناعم. وهضيف عليه هنا كده برضو هنضيف دقيق. وقد كمية البقسماط ضيفي عليها دقيق، ونقلب كده كويس مع بعض كده كلهم. وبعد كده في طبق تاني بقى في دقيق مش هنضيف عليه اي حاجة. هنا بقى معايا كيس كده من بتوع التخزين اللي هم بتوع التلاجة، فتحته كده. وهبتدي اخد بقى حتة كده من اللحمة اهي. وهبتدي ان انا افردها. لو هتحسي ان هي هتلزق في ايديكي ممكن تدهني ايديكي كده ايه بالزيت بس. وهبتدي بقى ان انا اضغط عليها كده، بس اهم حاجة ما تخليش سمكها كده ايه معاكي يبقى رفيع، لا خلي سمكها حلو اهي. بصوا هنعملها تاني كده اهي. بصوا هتضغطي برضو عليها كده بالكيس. وبعد كده هتشيليها هتبقى معاكي بكل سهولة اهي. تاني اهي. سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة، ويعني واكلة يعني حلوة وكفت اكلة تعتبر ان هي اقتصادية. بصوا الكمية اللي عملناها مع بعض قد ايه. هاخد بقى ابتدي بقى اخد اول واحدة كده منها اهيت. اخدت واحدة بقى من البفتيك الكداب بتاعنا، هضيفها في الدقيق. وبعد كده هضيفها في البيض اهي. وبعد البيض تروحي على طول هتضيفوها في البقسماط
بس وانت بقى بتعملي كده ايه بالراحة، لو انت بقى خايفة ومش هتعرفي تعملي الحركة دي، ممكن بقى ان انت اللحمة بعد ما تعمليها في الكيس كده زي ما شفتيها ورصيتيها كده في صينية، تاخديها وتخليها في الفريزر كده حوالي ساعة، وبعد كده تطلعيها بقى من الفريزر وتعملي بقى زي ما احنا ما بنعمل كده، تحطيها في الدقيق وبعد كده في البيض، وبعد كده بتضيفيها في البقسماط. لو انت يعني مش هتعرفي ان انت تعمليها على طول وتخافي ان هي ايه تتقطع منك اللحم. واهم حاجة زي ما قلت لكم ما تخليش السمك بتاعها يبقى رفيع معاكي. تمام، اهي حطيناها بقى في الدقيق والبيض وبعد كده في البقسماط، وما تضغطيش عليها قوي عشان ما تفكش منك. وانت كده بتعمليها برضو في البقسماط ما تخليهاش ايه تضغطي جامد عليها، لا على خفيف خالص كده علشان ما تفكش معاكي. بس هي الحمد لله يعني ولا فكت مننا ولا حاجة، وفي منتهى الجمال، جميلة جدا. ولازم تجربوها وان شاء الله هتعجبكم لو جربتوها. هعمل كمان واحدة برضو معاكم اهي. تحطي في الدقيق وبعد كده تحطي في البيض وبعد كده في البقسماط على طول، وبالراحة خالص بقى وانتي بتحركي زي ما قلنا. خلاص اهيت برضو، وتضيفي بقى عليها كده البقسماط بالراحة وضغطة خفيفة جدا. بس هخلص بقى كله كده بنفس الطريقة ونشوفها مع بعض. خلاص كده بصوا خلصنا بقى كله اهو مع بعض. هناخدها بقى نقليها مع بعض كده على طول في طاسة على النار وفيها زيت، الزيت يبقى سخن كويس كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اضيف بقى قطع البفتيك بتاعتي اهي. ولما بقى البفتيك كده هياخد معانا لون من اول وش حاطين عليه، نقلبه بقى الناحية التانية. بصوا اهي، بصوا ما فكتش معانا في الزيت ولا اي حاجة، في منتهى الجمال بصراحة. اخدت بقى لون كده من على الوشين. خلاص هبتدي بقى ان انا هخرجها من الزيت وهضيفها بقى كده على المصفى، مش هضيفها على ورق مناديل. بصوا بقى الجمال، وبصوا الكمية اللي عملناها مع بعض قد ايه، وما تفرقهاش عن البفتيك اللي هو باللحمة الشرايح خالص. وبصوا الجمال بتاعها. ولو النهاردة عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة الجامدة دي. مع السلامة.